يعطيكم العافية أصدقاء الرائعين. اليوم بدي أشرح لكم طريقة كيف أنت تقدر تفك البريك اللي هو هذا الموجود في البوت. أول ما تشتري البوت بكون موجود فيه بريك، بحيث إنه أنت وأنت بتسوق تقدر ترفعه تضرب بريك، وأنت ماشي على الأرض بترفعه بضرب بريك. تمام، زي ما انتوا شايفين هيك بكون هو مشبوك. هنا برغي، والشقة التانية نفس الاشي. تمام، ببقى راكب البريك ومربوط هنا. فانا راح افرجيكم كيف الطريقة اللي ينفك فيها هذا البريك، لانه في اشخاص سألوني عنه وعن الصيانة فيه. وعندنا بصير البوت ان شاء الله راح يصير زي هيك بدون اي بريك ولا اي عائق، لانه هذا بغلبك في اللعب، فانت لازم تضطر تشيله. هتضطر تشيله هيك. تمام، الآن حتى نقدر نشيل هذا البوت بنحتاج لمفك. عندكم هذا المفك، لما تشتري بوت من الشركة أو من الموقع الأجنبي أو من المواقع بشكل عام بيجي معاه هذا المفك. فكات هذه ممكن تعوض عنها بمفكات مسدس من هذه النوعية، موجودة وين؟ في الأسواق عند المحلات برضو ممكن تلاقي منها. وفي مفك اللي هو زي هذا، إذا غلبك في الشغل، هذا اللي له أسنان، هذا كويس في الفك والتركيب ممتاز. تمام، الآن راح نبدأ نفك هذا البوت ونفرجيكم كيف آلية العمل بتصير. أول شغلة إحنا راح نجيب البوت. عنا برغي مشبوك من شقتين، الشقة هذه والشقة اللي ورا التانية. احنا الآن ممكن نفك هذه الشقة. هاي هيك طق طقة، هذه بكون أول فكة للبرغي. بعد تقفيلة الشركة بتسمع الطقة هذه. هاي البرغي، وهاي البرغي الثاني طلع لحاله. هيك احنا فكينا البريك، وهاي البوت هيك أصبح بدون بريك. الآن صار عنا بوتين بدون بريك، هاي الأول وهاي الثاني. تمام، الآن هذا البوت هيك العجل، عشان نفرجيكم بس العجل كيف بيكون. زي هيك العجل زي ما انتم شايفين. هذا عبارة عن بيلة، من الشقة هذه في بيلة ومن الشقة هذه في بيلة، وهيك العجل بكون بلف حسب ما انت بتلعب على البوت. طبعا البرغي بيجي ماسك واحد من هنا وواحد من هنا، بكون ممسوك زي هيك العجل وانت بتشتغل عليه. طبعا الآن لما تيجي تركب هذا العجل راح تلاقي فرق عندك، انه اللهم صل على سيدنا محمد، انه في فرق، انه البرغي طويل. شايف لوين طالع البرغي؟ اطول من اخواته مش زي هيك. شايفين كيف؟ تيجي تركب البرغي راح يضله طويل. شايفين كيف نظامه صار؟ فانت بدك تشوف حل لهذه القصة. ممكن تحط لك رونديلا، صمولة، اي شغلة مناسبة وتحطها. او ممكن تقطع شقفة من هذه، تقصها بمقص وتركبها واحدة هنا والتانية على الشقة التانية، تمسك العجل. وممكن انت تشوف بيلة خربانة عندك، زي هذه البيلة مثلا. هذه البيلة موجودة عند محلات السيارات، ببيعوا قطع غيار للسيارات. موجودة هذه البيلة عنده، بحيث اذا خرب معك البيل تقدر تركب هذه البيلة مكانها. شايفين كيف فخمة؟ ممكن انت تشوف بيلة زي هذه وتحطها هين خارجية راح تكون، وتركب عليها البرغي. عندك هذا البوت من شركة سلمون، كان فيها بريك ماسك في المنطقة هذه. تمام، تم ازالته. بعد ما ازلنا ركبنا البراغي. هذا البرغي طبعا قلت لكم بصير في عندك فرق، فاحنا حطينا هين بيلة
زي ما انتم شايفينها في الفيديو. ركبنا بيلة هنا بحيث انه البرغي طويل، هذه البيلة بتاخد المسافة، هيك صار العجل كويس. هاي عندك هنا مثلا قطع غيار من البوت، ممكن احنا ناخد شغلة مثل هذه مثلا. طبعا العجل راح يركب بالطريقة هذه. ممكن احنا نحط هيك تمام، نحط الصمولة هذه ونركب البرغة من هنا. إذا بتعتبروا هذا بتعوق ممكن نشوف شغلة ثانية. بدنا بيلة، هاي بيلة مثلا خربانة، هذه البيلة راح نحطها هين زي ما انتم شايفين. حاول اوضح لكم الصورة. ونركب عليها البرغي هذا. البرغي يعني في مسافة يركب فيها، شايفين؟ ونحزق هذه المنطقة على الآخر. هيك ركب البوت ومش حيعوقك في اللعب، يعني كتير احنا مجربين اشخاص عارفين كيف ما بعوقكش في اللعب. هيك احنا أتمينا العملية بنجاح.